يلعب كرة وسط الميدان مرة أخرى، توصل ليونس، ارتكاز كبير على عساس، ممتازة ممتازة. الهدف الأول للمنتخب المغربي كان منتظر جدا من المسرار. المسرار نعم يفعلها بعد تنظيم هجومي على من رائع. شوف مرة أخرى هذا التبادل الكروي الرائع بين العناصر الوطنية، وبعد ذلك جاءت القدم التي منحت الأفضلية المغربية عن طريق اللاعب المسرار هنا بالقدم اليسرى، يغالط المدافع وحارس المرمى. تقدم المنطقي لبداية هذه الجولة تحت الضغط في هذه اللحظات. يخرج العناصر الوطنيه في هذا المرتدى. فرصه الهدف الثاني يا سفيان. المسرار يفعل مرة أخرى، يرجع المسرار، يعود المسرار، يوضع في الشباك المسرار. 2-0 يا المسرار. هكذا هي الصورة، تفوق واضح للمنتخب المغربي المسرار. نعم قلتها مشاهدينا الكرام، الموزمبيق لما تخرج هنا تجد المساحات، هنا تجد الفراغات، وبالتالي عادل هابيل ان شاء الله في الشباك يا عادل، ان شاء الله في الشباك يا عادل. ايضا الحكم يطلب من اللاعبين هنا الرجوع للخلف. اذا عادل هابيل هذا وقائد المنتخب المغربي، عينه على الكره وعينه على الشباك في انتظار الاشاره الحكم في هذه الاثناء. عادل هابيل يسدد الكره، الثالث للمنتخب المغربي. هكذا هي الصورة، الأشبال يتفوقون، شباب الفوتسال يتفوق في هذه اللحظات. 3-0 يقرب البعيد، يقرب النخبة المغربية من المباراة النهائية. فرصة لرابع الهدف الثالث وبالتالي الرابع. إذا هنا نتابع كرة اللاعب عادل هابيل، فرصة لقتل المباراة تماما، فرصة لرابع على بعد 3 دقائق و53 ثانية. هذا هو عادل هابيل، يسدد كرة بقوة. نعم الرابع خلاص المنتخب في الفاينل، منتخب المغرب في نهائي الفوتسال الافريقي في انتظار نتيجة مباراة المنتخب المصري والزامبي. هكذا استأسدوا، هكذا زأر الأسود الفوتسال هنا بجوهانسبورغ. 4 مقابل هؤلاء اللاعبين الشباب على دور هؤلاء اللاعبين في تشريف الكرة المغربية حتى هذه اللحظة، بينما هنا كرة مقطوعة وانطلاقة موزمبيقية. فرصة أخيرا سجلوا. معليش ماشي مشكل. هذا هدف شرفي ليس إلا كانت الفرصة لهم لتدوين هدف، وهذا شرف لهم أن يسجلوا أمام المنتخب المغربي، لأن الأمور محسومة سلفا والمنتخب المغربي عن جدارة.